السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيحصل ايه لو ما قدرتش تنام لمدة 24 ساعة؟ طب لو كملت 36 أو 48 هتقدر تستحمل قد ايه؟ طيب احنا ليه لازم ننام؟ ولو ما نمناش هيحصل ايه؟ وجسمنا بيحتاج ليه للنوم أصلا؟ ده اللي احنا هنعرفه في حلقتنا النهاردة. جاهزين؟ يلا بينا. النوم هو حالة طبيعية من الاسترخاء عند الكائنات الحية، وفيه بتقل الحركات الإرادية والشعور باللي بيحصل حوالينا. والنوم مش فقدان للوعي خالص، لأ، ولكن هو تغيير لحالة الوعي. والنوم ده مش حالة خاصة بالإنسان، بالعكس ده كل الكائنات الحية بتنام، حتى السمك في المية. ولكن الاختلاف بيكون في الكيفية والكمية اللي بينامها كل كائن حي، وكل كائن حي ليه طريقة نوم تختلف عن الكائن التاني. وبرغم إن الإنسان بيقضي حوالي تلت حياته نايم، فبيعتقد الناس إن النوم عبارة عن خمول في وظائف الجسم الجسدية والعقلية، وده غلط. علشان خاطر أثبت علميا إن خلال النوم بتحدث العديد من الأنشطة المعقدة على مستوى المخ والجسم بصفة عامة. ونادر جدا ما يدرس العلماء في النوم وتصرفات الشخص النايم، وده بسبب إنه هيعطل حالة النوم عنده اللي بيتم دراستها، وبينقل الفرد إلى حالة الاستيقاظ بسبب إنه مراقب. طيب لو هنتكلم عن عدد الساعات الكافية للنوم، بيعتقد العلماء إن عدد الساعات الكافية للنوم يوميا حوالي 8 ساعات عند معظم بعض الناس. وبس ده مش معناه إن كل إنسان لازم ينام ال8 ساعات دول، ولكن الإنسان بيقدر ينام بداية من 3 ساعات، ودي أقل فترة كافية لراحة الدماغ والأعضاء في الجسم، لحد 10 ساعات. فأنت بقى لو بتنام 12 ساعة فأنت في غيبوبة يا صاحبي. وفي دراسة للمركز الوطني للإحصائيات الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية، وجدوا إن 2 من كل 10 أشخاص بيناموا أقل من 6 ساعات في الليلة الواحدة، وواحد من كل 10 أشخاص بينام 9 ساعات أو أكتر. والنوع الأول بيسموهم أصحاب النوم القصير، والنوع التاني بيسموهم بأصحاب النوم الطويل. والنوعين أشخاص طبيعيين ما عندهمش أي مشكلة، واختلاف درجات النوم هو موضوع تعود مش أكتر. ومثال على كده إن نابليون بونابرت وإديسون كانوا من أصحاب النوم القصير، أما العالم الكبير بقى أينشتاين كان من أصحاب النوم الطويل. طيب هو النوم الطويل بيضر بالصحة؟ سأل موقع سينس إليرت 26 خبير في أبحاث النوم وعلم الأعصاب عن هل إن الإفراط بالنوم بيضر بالصحة؟ وأجاب 85% منهم بلى. وهنا بنسأل سؤال تاني، هو إحنا لو ما نمناش هيحصل إيه؟ قلة النوم ممكن تصيب صاحبها بعض الأعراض والأمراض، ممكن أن تستمر أثرها على الجسم. وفي الظروف القصوى الحرمان من النوم بيؤدي للموت، وده وفقا لتقرير موقع Everyday Health. وقال كمان الموقع إن وقت النوم بيفرز جسمنا هرمونات بتساعد على التحكم في الشهية والتمثيل الغذائي ومعالجة الجلوكوز، وقلته بتؤدي لزيادة إنتاج الجسم من الكورتيزول المعروف باسم هرمون التوتر. والحرمان من النوم بيخلص الجسم من الهرمونات الأخرى، يعني مثلا بيطلق الجسم كمية أقل من الأنسولين بعد تناول بعض الأكل. وزيادة الكورتيزول بيؤدي لزيادة نسبة الجلوكوز في الدم، وده بيؤدي للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. وفي دراسة نشرت في المجلة الدولية للطب المهني والصحة البيئية إن عواقب الحرمان من النوم لمدة 24 ساعة تضاهي ضعف الإدراك لدى الشخص اللي بيحتوي نسبة كحول جسمه 10%، وده بيضعف الذاكرة والسمع بشكل كبير جدا. وعدم النوم لمدة 36 ساعة بيؤدي لارتفاع مستويات الالتهابات في مجرى الدم، واللي بتؤدي إلى حدوث أمراض في القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ومشاكل كتير جدا. وكمان بتتأثر الهرمونات اللي موجودة في الجسم بشكل عام. أما بقى عند عدم النوم لمدة 48 ساعة، في الوقت ده بيبدأ العقل والجسم بعدم التركيز، وبالتالي الشخص بيشعر بالارتباك واختلاف المشاعر، وده نتيجة عدم القدرة على السيطرة على المخ والدماغ. أما بقى لو وصل الإنسان ل 72 ساعة من عدم النوم، بيبدأ الجسم بالانهيار نتيجة عدم الراحة، وبيخش الإنسان في مرحلة الهلوسة اللي بتخليك تتهيألك حاجات مش موجودة أصلا، وده بيأثر على وظائف الجسم وبيؤدي الأمراض في القلب والجهاز العصبي بشكل كبير جدا. وبكده تكون حلقتنا خلصت. ما تنساش تصلي على النبي وتدعمنا باشتراكك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.